إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. القاهرة يمكن ده المكان الوحيد اللي مش هتحس ان هو شبه اي حتة تانية في مصر كلها، يمكن حتى في الوطن العربي كله. يعني انا كواحد بحكم ان انا عشت اغلب سنين عمري في القاهرة، بما اني كنت عايش في فيصل قبل ما انقل لمحافظة تانية وهي الغربية، وحاليا رجعت الاستقرار هنا بحكم الكلية طبعا وبحكم الدراسة بتاعتي والجامعة. ومش بس كده، انا في خلال الفترة دي احتكيت بمناطق واماكن كتير جدا زي الهرم، شبرا خيمة، ومبابة، بلاد دكرور، مصر الجديدة، وحتى مصر القديمة، ومناطق كمان زي اكتوبر كان ليا معاها فترات مش قصيره خالص. وفي وسط كل ده وفي وسط المناطق الكتير جدا دي اللي احتكيت بيها، بدات الاحظ حاجه غريبه ومهمه قوي، الا وهي التنوع والتباني الكبير قوي في المكان ده. تنوع في المناطق، في الروح، في الناس، وحتى العادات. كونك تبقى في نفس الحيز او نفس الزون وتلاقي اختلاف كبير جدا في مكانين او منطقتين قريبين قوي من بعض، زي المعادي مثلا ودار السلام، او شبرا الخيمه وشبرا مصر، وزيهم كتير قوي في الحالات دي. الكلام ده مستحيل تلاقيه حرفيا غير هنا في القاهره. على عكس كل المحافظات هتلاقي ان كل المحافظه شبه بعض، وكل الناس نفس الطبع، نفس الروح، نفس طريقه العيشه. حتى يكاد فعلا مستحيل انك تلاقي نفس التنوع والتباين ده. وغير كده كمان هتلاقي ان كل حد عنده وصف للقاهره من خلال عينيه، وكل واحد بيحكم على حسب رايه. حتى لو اتنين من نفس المنطقه او نفس النطاق، حتى هتلاقي ان هم ارائهم مختلفه جدا عن المكان ده، لان كل واحد ليه وجهه نظره وتجربته الشخصيه اللي عاشها بنفسه. وده اللي خلاني اعمل فيديو زي ده، ان انا عايز اشرح التباين الكبير قوي اللي موجود في مكان زي القاهره، وان التباين ده يعنيني شخصيا وعشته بنفسي وجربته. ولما جيت ارتب افكاري لقيت ان وجهات النظر متقسمه لاربع اجزاء: الناس اللي موجودين في المكان ده واللي عاش في حياتهم كلها، والناس المغتربه من محافظات تانية واللي انا حاليا واحد منهم، الناس اللي عاشت جزء كبير جدا من حياتها بره مصر ورجعت على هنا، والناس اللي من جنسيات تانية غير مصريه مستقره دلوقتي في المكان ده. فانا لقيت ان انسب حاجه اعملها عشان اشرح وجهات النظر الكتير قوي دي ان اجيب الناس نفسهم ويتكلموا عن رايهم واللي هم شايفينه بعينهم. وكالعاده كان اختيار واقع على كليتي الحبيبه، فنون جميله بالزمالك. كان لازم نبدا بوجهه النظر الاولى، وهي الناس اللي من القاهره، الناس اللي عاشت تقريبا حياتها كلها في المكان ده وكانوا مولودين فيه. فخلينا نقسمها لنطاقات، ونبدا بالجزء العلوي لمحافظه القاهره. شبرا وبنات شبرا سبتيه. طب خلينا في الأول نتكلم عن حدائق القبة زمان وحدائق القبة دلوقتي. يعني حدائق القبة زمان هي طبعا المكان اللي أنا عشت فيه طفولتي كلها، وهي فعلا بجد أنا مش بقول كده عشان هو المكان اللي أنا اتربيت فيه وعشت فيه، بس هي من أكتر الأماكن الدافية والهادية اللي أنا ممكن أكون رحتها في حياتي. يعني حرفيا العمارات عندنا، الفيلل زمان، الحاجات دي كلها ستايل العمارات القديمة. طول ما أنت قاعد أنت صوت الشارع ده هادي جدا، أنت مفيش مثلا مواصلات كتير، مش ناس رايحة ناس جاية، لا هو عادي، فيه هدوء وفيه سكينة وفيه عصافير حواليك. دلوقتي يعني نيجي نتكلم عن حدائق القبة دلوقتي عكس زمان، انها بقت ازحم بكتير، فبالتالي ده اكيد عمل فيها صخب، مش طبعا صخب رهيب قوي مقارنة بالاماكن التانية، بس ستيل ده عمل فيها زي زحمة كبيرة قوي ما كانتش موجودة قبل كده. بحبها قوي قوي قوي، بحس ان انا مش بعرف اخرج بره. يعني ساعات واحنا صغيرين زمان كانوا بيقعدوا يقولوا لي مثلا في العيد تعالي هنسافر ومش عارفه ايه، كنت بحس ان انا لا مش عايزه اسافر، عايزه افضل اقعد فيها. بحب قوي الشارع بتاعنا وبحب اصحابي وكده، يعني في جزء مني بيبقى متعلق بيها قوي، يعني بحس ان هي لا يا بيتي، بحس ان ما اعرفش اخرج بره. الناس مش عارفه، ممكن حاسه ان هم عادي، يعني كلنا واخدين على بعض عشان احنا في منطقه واحده، غير كده يعني الدنيا تمام. لا في المناسبات بصراحه مش تمام. يعني مثلا احنا مثلا في اللبس مثلا عادي بلبس، الناس بيبقى مش قد كده، يعني فاهم، بيبصوا الدنيا مش بتبقى مرتاحه. يعني حتى واحنا في الكليه بنبقى مثلا شايلين حاجات، الناس كلها بص علينا. هو انا بحب المكان اللي عندي فيه حاجات حلوه وفي حاجات مش حلوه. الحاجات الحلوه زي الروح مثلا، اللي هو ايام رمضان، ايام العيد، دي بتفرق كتير قوي عن اي مكان تاني، ما بحسوش في اي مكان غير عندي انا. يعني بيبقى ليه روح تانية خالص، اطفال ومش عارفه ايه، والزينه، ووقت اصلا تعليق الزينه ده اللي هو بقى الناس كلها واقفه وبتتفرج والكلام ده بقى بيبقى ليه روح تانية خالص بحبها.
فدي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها. في حاجات تانية بقى كلنا عارفينها طبعا، اللي هي بقى الناس اللي مش كويسه، وقفه النواصي بقى والحاجات دي، فبتبقى برضو خطر شويه لينا وكده. يعني انا بحسها هاديه بس في نفس الوقت فيها ألفة كده، يعني الناس كويسين يعني وعمر ما حد مثلا ضايقني الا يعني اكيد فيها يعني. المهم يعني بحب قوي ان انا فكره ان انا ساكنه جنب الاستاد بصراحه، عشان لما بيبقى في ماتش وكده ببقى مبسوطه الصراحه، الاجواء بتبقى تحفه يعني. بصراحه هو اكتر مكان قعدت فيه من مش قوي يعني، ما قعدتش فيها قوي، عشان احسها يعني اكتر مكان حبيته وسكنت فيه. يعني جربت اسكن في اكتوبر قبل كده عادي وما حبيتهاش خالص، كنت بحبها ولا روح ولا ناس، والناس هي اللي موحشه المكان. يعني ممكن مثلا يعني مثلا لولا الناس اللي فيه ممكن المكان يبقى كويس شويه. يعني انا بجد الناس كلها واخده انطباع عن شبرا ان هي وحشه، فخلاص اي حد هيروح شبرا لازم يكون وحش. احنا خلاص احنا عايشين في شبرا، احنا لازم نكون بقى مدمنين، لازم نكون ناس وحشه جدا جدا. انا مش عارفه اعيش، يعني حاسه ان انا مش شبه الناس دي، وكل حاجه بعملها يعني مثلا لازم امشي في الشارع بطريقه معينه، لابسه حاجه معينه، بتعبيرات وشي تعبيرات معينه، عشان خاطر بس ما حدش يبص لي بصه تضايقني او يقول لي كلمه تضايقني، لان انا ماشيه في المنطقه اللي انا ساكنه فيها، ومع ذلك برضو خايفه. فالموضوع بجد لا صعب قوي. الزحمه بصراحه زحمه قوي، وفي المناسبات فعلا بتبقى زحمه، يعني مثلا العيد رمضان. بس بصراحه انا شخص بيحب الزحمه عموما، يعني بتضايق جدا لو انا ساكنه في منطقه هاديه، احس ان انا متضايقه. معرفش هل ده انا ولا انا اتعودت بقى على الزحمه وكده بسبب المكان نفسه، بس انا بجد يعني في رمضان بحب قوي بعد الفطار انزل اجيب طلبات، انزل اعمل اي حاجه عشان اشوف الزحمه واشوف الناس هم ماشيين في الشارع. الزيتون هي عشان جنب مصر الجديده فهي حلوه، بس يعني هي مش حاجه اللي هو كليشيه، بس في نفس الوقت مش حاجه شعبيه، فانا بحبها بصراحه. بس هي مشكلتي معاها بس انها زحمه زياده عن اللزوم. فرق في الناس، في الهدوء، في الاماكن. الدنيا هنا اهدى شويه، انضف شويه. لا بحس ان انا في مكان هادي مود بقى، وان انا مرتاحه، وان بعرف يعني واخده راحتي اكتر. ممكن اطلع اعمل اي حاجه انا عايزاها، بس هناك بحس ان هو ناس بتجادج قوي، يعني فاهم، اللي هو تحس ان انت مكسوف تعمل حاجه في المنطقه دي. الحاجه الموجوده في الزيتون انها يعني قافله على بعضها كده، يعني مش زي عين شمس مثلا وكده اللي هي زحمه وتراب ودوشه وكده، هي اهدى شويه. بحس ان انا وانا في شبرا يعني ان انا عادي مرتاحه اكتر، حاسه ان انا بعرف اتعامل وكده. ممكن بره ابقى واخده بالي من تصرفاتي شويه، في شبرا بحس ان انا بتعامل عادي جدا جدا جدا. العشوائيه والزحمه برضو، يعني انا لما بروح في اي مكان من اماكني المفضله مثلا المعادي، الحوار بيبقى الطف كتير لان الحياه هناك هاديه، بس مفيش حوار اللي هو الجدعنه او القرب او التعارف او الونس اللي بيبقى بين الناس في المعادي زي اللي موجود في شبرا مصر. قرب الحاجه، قرب اي مكان انت ساكن، المكان اللي انت قاعد فيه كل حاجه قريبه منك. بالنسبه لي انا دلوقتي كواحد ساكن في التجمع، انا ما فيش حاجه قريبه، مش كل حاجه قريبه مني، كل حاجه ابعد، كل حاجه منطره، وما فيش حيويه، يعني الدنيا صامته قوي، يعني ما فيش طاقه، ما فيش روح في المكان. لكن نادي السكه كانت دايما كل حاجه تحس بكل حاجه، تحس الناس ماشيه في الشارع، تحس بالعربيات الحلوه اللي تعدي في الشارع تشوفها من الشباك من فوق. الحاجات دي كانت مش لاقيها دلوقتي كواحد ساكن في التجمع. يعني الروح في المكان اللي انا فيه مش زي اي مكان جربته قبل كده. يعني مثلا ان انا اتنقل من البيت اللي انا فيه هتبقى نقله صعبه قوي بالنسبه لي. ان هو سهل اروح اي حته منها، وبحس بجد سهل قوي ان انا اروح منها اي حته. فيها اماكن كتيره حتى عائليه، بس تنفع لاي حد يخرج فيها، يعني كبير او صغير. حته ان هي كل حاجه فيها وقريبه من بعضها، وسهل انك تروح فيها اي حته، حتى عايز تشتري حاجه، عايز تخرج، عايز تعمل اي حاجه، بجد سهل قوي ان انت تبقى توصل لاي حاجه. حدائق القبه اولا دي حاجه تحفه جدا، بحسها قريبه من كل حاجه. اي مكان انت عايز تروحه هي بجد بتبقى قريبه منه. عايز تروح بقى وسط البلد، عايز تروح مدينه نصر، عايز تروح مصر الجديده، تروح حتى اكتوبر، تروح اي مكان من الاماكن دي، مش هياخد معاك مده طويله خالص. حتى الزمالك ذات نفسها، انا باجي الطريق هنا للكليه ما بياخدش مني نص ساعه. ده احسن حاجه في حدائق القبه بصراحه. انا بحب المنطقه بتاعتي
بتحب اكتر حاجه فيها ان هي حيويه وفيها ناس كتير والناس جدعه، ودايما مش يعني دايما هتلاقي المساعده، لو انت محتاج حاجه هتلاقي دايما في ناس تساعدك، وان الناس بتحب بعض، بيتمنوا لبعض الخير. اكتر حاجه دي اكتر حاجه بحبها في شبرا مصر عموما. التنوع، انا عمري ما شفت تنوع في حته تانية بالمنظر اللي في مصر الجديده ده. احنا عندنا بلطجي منطقه، بس في نفس الوقت عندنا ناس من الطبقه الارستقراطيه جدا بقى، اللي هم ناس بقى عايشين في مش عارفه بيوت عامله ازاي، عندهم كلاب قد كده بجد. طريقه العيشه عموما ان انا ممكن الاقي اي حاجه انا عايزاها، فانا كده كده هلاقي ناس شبهي، وكده كده هلاقي ناس سواء مستوى اقل او اعلى. وحاسه الموضوع نما عندي نوعا ما الذكاء الاجتماعي، لو انا هعرف اتعامل مع ده وهعرف اتعامل مع ده. لا يعني مثلا كان في شوارع سرسجيه كتير قوي، يعني في شوارع معروفه بالسرسجه فقط، دي من اكتر الحاجات اللي كانت بتضحك وفي نفس الوقت مؤذيه. وغير يعني في اماكن معينه الزباله ما فيش حد بيقرب منها، يعني مرميه في الزباله. الزحمه بس الزحمه الاوفر بقى، الزحمه والناس بقى، طريقه الناس اللي هم في الشارع اللي هم والعيال الصغيره عيله الادب دي. حاسه علشان العمارات بقت طويله زياده عن اللزوم والابراج كتير، انا بكره الابراج، بحب العمارات القصيره. انا ما عنديش مشكله مع المكان بس عشان العمارات والشوارع. الزحمه والازعاج، دايما هتلاقي فيه صوت عربيات، صوت ناس بتزعق، صوت ناس بتتخانق. دي اكتر حاجه بتضايقني في شبرا مصر عامه، ان مفيش هدوء. زي ما قلت لك، العيب اللي بقى موجود في حدائق القبه ان انت ما بقتش تقدر تصنفها على انها مكان هادي او انها مكان شعبي، وما بقتش تقدر تصنفها على انها مكان ارقى من اللي هي فيه. فانت بس ما بقتش عارف هي ايه دلوقتي. هي لسه حلوه، وانا لسه طبعا انا حاسه انها هتبقى احسن مكان انا عشت فيه وهعيش فيه بعدين، بس مش بنفس الحلاوه اللي هي كانت عليه زمان. العيب فيها العزله. في مكان عام ما، لكن الجيران ما فيش جيران. احنا علاقتنا بجيراننا ان احنا بنجمع مثلا فلوس الاسانسير وبس، ما فيش ناس عارفه بعض. مش زي ما قلت انا قبل كده، كنت مثلا في مكان زي عين شمس او كده كان في ناس. بصراحة هو على حسب المكان، بس أنا فعلا لو جربت اللي هحسه في أي مكان تاني أو ممكن يبقى أحلى وأجمل بكتير والدنيا أفضل وكل حاجة، بس اللي هكون حسيته في حدائق القبة إحساس الدفى اللي موجود فيها عكس أي حاجة تانية، عكس أي مكان أنا عايش فيه. يعني بفضل إن أنا أروح حتة تانية بصراحة، زي ما قلت لك مصر الجديدة أو حدائق القبة، يعني شبه مصر الجديدة أكتر. بس مصر الجديدة يعني قريبة من كذا حاجة، يعني بحس عين شمس بعيدة قوي عن الناس كلها. كل ما أقول لحد إن أنا من عين شمس حرفيا كلها من فيصل، فبحس إنها بعيدة شوية. بحس مصر الجديدة كلها أماكن أنا ما بنزلش أو بخرج غير مثلا في مصر الجديدة، مدينة نصر والكلام ده. لا مش عايزة أكمل في الزيتون، عايزة أروح مصر الجديدة. أنا بحب مصر الجديدة قوي، بحب مصر الجديدة قوي قوي. الشوارع هادية، المحلات حلوة، بحبها. مصر الجديدة بحس ان هي حلوه، بحس ان انا مرتاحه، يعني مثلا بروحها كذا مره احس ان انا ايه ده المكان ده مريح قوي، مش لاقي له سبب. برضه قعدت افكر فيه قبل كده، هي حاسه ان المكان نفسه مكان مريح، البيوت الناس المحلات. اروح المعادي على طول عشان بتماتش الحاجات اللي انا عايزه اعملها او بتماتش شخصيتي اكتر. يعني انا بحب الاماكن الهاديه، الاماكن اللي ما فيهاش زحمه، بحس الاماكن اللي تشجعني اكون مرتاحه اكتر. فاكتر مكان بحس معبر عني او انا هبقى مرتاحه فيه المعادي. ممكن اجي هنا الزمالك عشان ما زي ما قلت لك بحس الناس هنا اللي هو انا براحتي بعمل حاجه اللي انا عايزاها، ما بحسش انه حد مثلا باصص لي بصه باستغراب كده، بعمل اللي انا عايزاه براحتي. لو ممكن ان انا ما امشيش من هناك عشان بس زي ما قلت لك بقى قرايبي والناس اللي حواليا، يعني الناس اللي بحبهم حواليا، فاهم؟ لا نادي السكه علشان كنت حاسس بكل حاجه حواليا اكتر، كان فيها الناس القريبه مني، حتى المشاكل الكتيره اللي كانت بتحصل لي فيها كانت مشاكل بتوحشني ساعات. بس التجمع الدنيا بقت هاديه قوي بتعمل ناس جديده وكل حاجه، بس ما فيش حاجه زي نادي السكه، ما فيش حاجه زي الحاجه العتيقه اللي كنت بتحسها في نادي السكه. هو لا او ان انا بحب منطقتي جدا، دي المنطقه كمان اللي انا درست فيها طول سنين المدرسه، يعني 13 سنه بتوع المدرسه فيها، فاعتبر جزء كبير قوي من طفولتي فيها متعلقه بيها نوعا ما. وبحب المكان، بس هحب مثلا لو انا اروح مكان تاني فهحب جدا ان انا اروح مثلا مكان زي المعادي. المعادي بالنسبه لي ليه؟ بحب الشجر، المعادي مليانه شجر ومليانه طبيعه، المعادي بالنسبه لي هي جزء من الجنه على الارض، فده المكان اللي انا هحب اروحه واقعد فيه باقي حياتي فعلا، بس من غير ما انقطع عن المكان اللي انا فيه، لان زي ما قلت المكان فيه ذكرياتي من وانا عندي 5 سنين لحد النهارده.
وبعد كده طبعا هنفضل في نفس المحافظه، بس المره دي الجزء اللي تحت بدايه من مصر القديمه لحد ما نوصل لحلوان. اقول ولا ايه؟ السيده زينب منطقتي، المنطقه اللي انا عشت فيها 17 18 19 سنه، فيها مساجد، فيها مطاعم، فيها اماكن تمشي فيها، فيها محلات، فيها ناس هتعيش معاهم وهتحبهم وهتحس ان انت واحد منهم حتى لو انت اول مره تقابلهم. حرفيا هي مكان تقدر تنزل فيه لو انت عايز تتفسح، تقدر تنزل فيه لو انت عايز تعمل زياره مثلا اثريه للمساجد او متاحف زي عندك بيت السناري او عندك بيت الكرتليه، ومساجد زي مسجد السيده زينب، مسجد احمد بن طولون وغيرهم كتير، كناس وكروح. فانت هتحس ان انت عايش في بيت كبير، هي عيله، كل حد هتعرفه سواء في الشارع سواء في مطعم سواء في اي مكان هتلاقيه مرحب جدا بيك، وهيبقى مبسوط جدا. لو انت مثلا من منطقه بره او مش منطقه غير السيده هتلاقيه مرحب بيك جدا وهيحاول يساعدك باي طريقه انت عايزها. وكمان عندنا هتحس ان الحياه ماشيه سلسه، يعني عادي تقدر تسال اي حد في الشارع لو على اي حاجه انت عايزها، او عادي كله هيساعدك، ما حدش هيبخل عليك بحاجه. وبحس برضو بشويه امان عندنا في المنطقه، برغم انها منطقه شعبيه من الطراز الاول، ولكن هتحس ان المنطقه امنه والناس اللي فيها مترابطين جدا مع بعض. زحمه، ناس محتاجه تستحمل وحر وشمس، والناس بجد صعبه جدا. لا هو في اماكن حلوه نفسها حلوه، مش كلها، في اماكن حلوه، في اماكن هاديه وفي اماكن نظيفه. وسط البلد كالحته اللي هي بتاعت شارع فؤاد بقى، والحته اللي هي القديمه دي طبعا مباني نمبر 1 يعني تحفه، عشان تراث قديم بقى وكده، واللي هي القاهره الفاطميه وهم دلوقتي جددوها وكده، فالموضوع بقى لذيذ خالص. بس الفكره في الزحمه، ما وسط البلد ما بتسكتش خالص، وعلى طول هتلاقي فيها دايما فيها رجل في الشارع، ما فيش الناس ما بتروحش بيوتها تقريبا. فبالنسبه لي انا كواحده مثلا بحب ان انا لو اتمشيت اتمشى في مكان هادي، ما بحبش قوي انزل فيها، يعني انزل اشتري حاجات منها لكن انزل تمشيه بالنسبه لي لا. يعني بفضل مثلا اروح مصر الجديده، الزمالك، دول اقرب مكانين ليا يعني كهدوء وان انا برتاح فيهم. كناس طبعا يعني طبعا اكيد في اي مكان فيه الحلو وفيه الوحش، بس بالنسبه لي برضو لا، يعني انت لازم تكون يعني عارف حدودك في هدومك وفي طريقتك وفي تعاملك عامه، عشان خاطر تجبر اللي قدامك يتعامل معاك بنفس الطريقه في اي مكان. فبالنسبه لي ده نفس الفكره برضو، حتى لو في وسط البلد. يعني بحس ان انا فلاحه، يعني انا لما بروح مكان تاني بحس ان انا بالنسبه لحلوان فلاحه، اللي هو انا عايشه في مجتمع يعني مش موجود، احنا فين وانتوا فين يعني بحس في فرق جدا. بالنسبه لي حاجه برضو مميزه قوي عن السيده زينب، ان هي حرفيا متجمع كل طبقات المجتمع في نفس المكان، كون انها يعتبر في نص مصر بالنسبه لي على الاقل، او في نص القاهره. حرفيا هي بتودي على وسط البلد، بتودي على عابدين، بتودي على جاردن سيتي، بتودي على مصر القديمه، فهي موجوده ومفتحه على كل حته في مصر او في القاهره بالتحديد، يعني مجمعه كل الطبقات هناك متعايشين جدا مع بعض، والموضوع مفتوح جدا على بعضه. فدي حاجه بالنسبه لي حاجه ما لقيتهاش في منطقه من مناطق القاهره. يعني اي حاجه بحتاجها بلاقيها حواليا، يعني مثلا انا بالنسبه لاصحابي بحس ان هم مثلا عايزين ينزلوا يجيبوا حاجه بيعانوا ان هم يروحوا في حته تانية عشان خاطر يجيبوها، انا كل حاجه جنبي الحمد لله، يعني جت حاجه في دماغي انزل اجيبها على طول. انا عن نفسي ما اقدرش اطلع بره وسط البلد، مش عشان حاجه، بس انا وسط كل حاجه. يعني انا عشان اروح اي مكان بالنسبه لي مش صعوبه. يعني بالنسبه لي مثلا في ناس بيبقى عندهم مثلا مشكله، لو حد مثلا ساكن في اكتوبر، بالنسبه لي يعني مثلا لو حد ساكن في اكتوبر هيبقى صعب ان هو يروح معظم الاماكن. فيعني عندي صحابي لا، بيبقى بالنسبه لهم مثلا مدينه نصر ومصر الجديده كده، انا بقول لهم سافروا وتعالوا. فانا بالنسبه لي لا تمام، يعني انا بالنسبه لي بقدر اروح اي حته عادي من غير مثلا ما ابقى قلقانه من الوقت والمواصلات، لا في مواصلات لاي حته في اي حته. اكتر حاجه بتميز السيده بالنسبه لي هتكون زي ما قلت التكامل. المنطقه فيها كل حاجه، لو انت حد سايح هتيجي السيده هتتبسط، هتروح اماكن اثريه هتتبسط. لو انت حد مصري مقيم في اي حي بره هتيجي هتتفسح هتتبسط، هتاكل هتشرب، هتروح اماكن برضو اثريه، هتروح جوامع، اي حاجه هتتبسط. لو انت شخصيا زي حالاتي ساكن في السيده فمفيش ملل، حرفيا انت كل يوم تقدر تجرب تجربه جديده، تقدر تعمل حاجه مختلفه، تقدر تجمع صحابك تنزل تقعدوا على قهوه زي قهوه المحروسه مثلا، او تعملوا اي اكتيفيتي هتلاقوا مكان هيجمعكم في السيده زينب. الزحمه بالنسبه لي الزحمه والمواصلات فيها زحمه اكيد جدا. عموما في الويك اند، كل ويك اند بجد الموضوع صعب خالص. ماشي، ممكن اقدر اقول ان حاجه بتعيب المنطقه الزحمه بصراحه. على اخر كام سنه الزحمه بقت زياده عن اللزوم، وطبعا هو منطقي لان زي ما انا قلت هو المكان فيه كل حاجه، فالناس هتجيله من جميع انحاء الارض. ولكن هي الزحمه اكتر حاجه نفسي ان الموضوع يبقى مسيطر عليه اكتر من كده.
عايزه افضل في وسط البلد عشان زي ما قلت لك هي بجد قريبه من اي حاجه، وخلاص انا خدت على ان انا يعني بالنسبه لي ما يبقاش عندي صعوبه لو رحت منطقه معينه وعايزه اخرج منها من الزحمه. يعني انا بحب الاماكن الهاديه اكتر، فلو عايزه اسكن في حته عايزه اسكن في المعادي كهدوء مود بقى، يعني رايحه من مكان حرفيا زحمه جدا لمكان هادي خالص معظمه. يعني في المعادي، زهراء المعادي بحبها بصراحه، بحسها هاديه وكده وما تبقاش برضو بعيده. يعني ما رضيتش اقول لك مثلا بقى اكتوبر زي الاماكن دي، لا عايزه حاجه تكون قريبه برضو مني. هختار ان انا لا افضل موجود. يعني انا مبسوط ان انا اتولدت فيها وحتى الان انا عايش فيها زي ما قلت، فمش حابب ان انا اغير ده حتى الان. وسببي هو زي ما انا قلت التكامل، اللي هو حاجه انا مكان انا حاسس فيه ان انا مش ناقصني حاجه، حاسس فيه ان انا ممكن في اي يوم انزل ادرن على اصحابي اقول له تعالى ننزل نعمل كذا، تعالى ننزل نروح ناكل عند الرفاعي بتاع الحوش، تعالى ننزل نشرب قهوه على اي قهوه من القهاوي الكتيره اللي موجوده في المنطقه. ومكان متجدد ما تقدرش انك تزهق منه، على طول هتجرب نفس يعني حتى لو نفس التجربه بس مع اشخاص مختلفه، فستيل المكان هيكون مرحب جدا والناس والروح والمكان حلو بصراحه يعني، فده سبب. في جزء كده بقى عليه خلاف، او دايما هتلاقي عليه ستيريوتايب معين انهم دايما مرفهين ومش عارف ايه وعيشتهم مرتاحه، الا هو الجزء بتاع مدينتي وشروق والرحاب والتجمع الخامس. فهل فعلا الستيريوتايب ده موجود او هو فعلا صح؟ ليه ما نعرفش منهم هم يعني؟ لا هو الصراحه مكان جميل، يعني هادي عامل زي كومباوند بس كبير شويه. مشكلته الوحيده بس ان هو ما فيهوش حته المدينه الشعبيه اللي هي القاهره بجد، يعني تحس ان هو متمدن زياده عن اللزوم، فاهم قصدي؟ لكن هو هادي جميل، الشوارع نظيفه، هو مكان لذيذ. الفكره ان هو في طبقات كتير مختلفه مع بعض، فاهم؟ يعني انت ما بتقدرش تحدد ده مكان ايه، في طبقه ايه مثلا، او ان هو الناس اللي فيه عامله ازاي. بس هو مش عامل ده، مش عامل مشكله، انت بس صعب ان انت تلاقي ناس شبك قوي. القعده هناك مبدئيا عودتني على الهدوء، يعني بقيت لما بروح مكان زحمه قوي بحس ان انا مش يعني بحب ده بس مش هقدر اقعد فيه كتير. الحلاوه بقى في الموضوع ان رغم الهدوء بيبان ممل اوقات كتير، بس في مساحه شخصيه كبيره، يعني بفتح براحتي شبابيك بلكونات، لان المسافات ما بين الاماكن وبعضها كبيره. بس ان عادي بنزل الشوارع فاضيه فبنزل براحتي بالعجله، عايزه سكيت بنزل كده يعني، فالدنيا في الروقان دي حاجه بحبها. لا وكده البني ادمين في اي حته فيه الحلو والوحش. مثلا فور مي يعني في عمارتنا مثلا في جيران مريحين قوي، هو احنا ايدنا في ايد بعض، يعني دايما بنحب نظبط الدنيا سوا، عارفين بعض كلنا. بس هتلاقي دايما في النص حد كده بيرخم او بيعمل قلق، ما فيش داعي منه. انا بصراحه بحب الرحاب عشان بحسها مكاني قوي، هي انا يعني مش متخيله نفسي بصراحه في مكان تاني، وبحسها كمكان هي حلوه ووحشه في نفس الوقت. انا كنت بحبها زمان اكتر عشان كانت هاديه، دلوقتي بقت كل الناس عارفاها فبقت زحمه موت، فاضيه جدا. او المكان اللي انا قاعده فيه فاضيه يعني بس في اماكن تانية يعني عشوائيه موت، ناس وحشه قوي، ناس بجد يعني مش بحبهم. هناك صراحه متوفر لك كل حاجه، مش كل الكومباوندات بيبقى متوفر فيها كل حاجه، بيبقى فيها مشاكل كتير بصراحه، يعني لازم عشان تشتري حاجه ومش عارف ايه تجيب حد من بره، فبتبقى تسويحه وحوار يعني لما رحت ما حسيتش بالغربه هناك، حسيت ان انا تمام حواليا كل حاجه فمش محتاجه حاجه يعني. مثلا في ستيريوتايب معين يعني مناطق زي التجمع رحاب شروق الكلام ده عشان الستيريوتايب ده عامل ازاي؟ هل ولا مش قوي ولا لا خالص؟ بصراحه بنسبه كبيره، يعني في ناس كتير هناك بيطبق عليها الكلام اللي الناس بتقوله يعني سواء طريقه كلامهم بالانجلش واللي هم شايفين نفسهم ساعات. يعني ممكن اوصف كل شروق في كلمه واحده بس، انها اهدى وارقى مكان بجد. منطقه فيها احترام، يعني الناس فيها فاهمه يعني احترام، فاهمه يعني إيه انها تكون في خصوصيه، وفي نفس الوقت احنا اهل واصحاب كلنا وكلنا نعرف بعض، بس في نفس الوقت هي فيها حته الخصوصيه، ما ينفعش اتدخل في حياه التاني. مليانه شجر، احلى حاجه فيها بجد انها مليانه شجر، فيها واسع كتير جدا، يحسسك بالراحه كده والطمانينه، الجو حلو، الاماكن مفتوحه، بتجمع من كل الفئات. يعني هي حرفيا فيها احسن حاجه انها بتجمع من كل الفئات، بس حتى يعني فئات متوسطه، فئات عاليه، حتى الفئات المتوسطه او اقل الناس نفسها محترمه، مفيش بقى سوقيه، مفيش زحمه. عمري ما شفت شروق زحمه، يعني عارفين سكان الشروق عارفين يعني ايه كلمه ان مفيش زحمه دي اصلا. خصوصيه دي اكتر حاجه انا شايفاها ميزه، بالذات في الحته اللي عايشه فيها. لا خصوصيه، باخد مساحتي من الاخر، دي حاجه تفرق معايا قوي. التجمع لسه بحس ان هو محافظ على رونقه، يعني مفيش حتت متبهدله قوي، مفيش دوشه، مفيش ناس كتير، مفيش زحمه قوي. شايفه دي صراحه ميزه مش بلاقيها في اي حته تانية، يعني انها واسعه، بيبقى في فرق بين كل عماره وعماره، فده بيدي بعد للعين حلو، انك عارف تبص المناظر الكبيره، فيها مناظر طبيعيه حلوه قوي، فيها جناين كتير كتير كتير. اكتر حاجه بتفرق لي مثلا، اكتر حاجه بحس ان انا مش بلاقيها في حته تانية، هو مثلا ان هو اولا الشوارع نظيفه، دي حاجه جريئه كتير، وغير كده فهو مش بحس ان هو في دوشه، او دوشه من النوع اللي هو السلبي، يعني عادي ممكن في كلام وكده، بس مش دوشه من النوع السلبي ان هو الناس عايشه في حالها.
ان هي بقت مليانه سرسجيه كتير جدا، وان هي بقت فيها ناس اللي هو بتروح مثلا يوم الخميس ده ابشع يوم في الرحاب بجد، يعني انا بخاف انزل منه شخصيا. يوم الخميس معروفه مفيش نزول. حاجه كمان بكرهها ان كله بيفتكر بقى ان هو ان احنا من الرحاب بقى، ان هو احنا كده جدا ومش عارف ايه، بس احنا عادي. اللي هو الناس تقعد تتريق اللي هو من الرحاب بقى ومدينتي والحاجات دي، بيقعدوا يقولوا كده، بس لا والله عادي. في ناس كده بس في ناس عادي يعني. الشروق، العيب في الشروق ما زي ما انا قلت انها فعلا بعيده. يعني انا كاصل كليتي في الزمالك شويه، ساعتين بالمترو، المواصلات فيها مواصلات اوكي، بس بعيده، مواصلاتها بعيده، هي بعيده يعني اكتر. اقل مشوار عايز تروح مش هياخد اقل منك من ساعه، يعني نازل اي حته جوه بقى في القاهره نفسها لازم تاخد ساعه. نازل بقى مصر الجديده، مدينه نصر، كل التجمع، كل حاجه 38 دقيقه 40 دقيقه لما فوق. ان هي بعيده، ده بعيده. العيب بالنسبه لي انا ان هي بعيده. العيب الصراحه هو عيب تافه، بس انا ما بحبوش ان هو ما فيهوش شجر كتير خالص، كله نخل. النخل ده ما فيهوش ضله، ما بيعملش حاجه. بالنسبه لناس كتير هو الروتين بتاعه رتم ممل كده، يعني رتم بطيء، هدوء، ساعات كتير بيبقى هدوء ممل. لو انا مش فعلا زي ما بقول لك مش عامله صحاب وبنزل اتمشى معاهم والكلام ده، مش بعمل اكتيفيتيز، ما بروحش مثلا النادي، ما بروحش جيم، ما بنزلش بالعجله، لا الموضوع هيبقى صعب. لا الصراحه عايزه افضل عادي في الرحاب، بس انا لو عايزه اسكن غير بقى رحاب مش عايزه بقى في مصر بقى، ممكن بره مصر بقى. عشان بحس ان هو انا يعني طول عمري يعتبر فيها، فخلاص اتعودت عليها وكده، مش متخيله نفسي بصراحه حته تانية يعني خلاص. صراحه حاسه ان انا ممكن اميل للاماكن اللي هي راقيه بس فيها روح اكتر، زي المعادي. عايزه اروح مصر الجديده عشان قريبه من كل حاجه وعشان خروجاتي كلها هناك واصحابي كلهم هناك. الحاجه اللي هي بتبقى اقدر اوصل لها من كل حته، ان انا ممكن اقعد في زحمه بس ابقى مرتاحه عامه على باقي الحاجات. ما اعتقدش اني هفضل في التجمع بما اني عشت فيها يعني معظم عمري، بس عاوزه انقل حته تانية زي مثلا الزمالك او مصر الجديده، برضو زي اللي هي الحتت الفاضيه اللي يبقى فيها مميزاتها وما فيهاش عيوبها، بس حاسه كده يبقى احسن. لا بصراحه ما احبش اسيب الشروق، لان انا شايفاها حته جميله يعني، واتربيت فيها وحبيتها وحبها من قلبي بجد. عارف لما تكون حاسس ان انت في مكان انت مرتاح فيه نفسيا، انت لاقي نفسك في المكان ده اللي انا حباه فيها، فبصراحه لا ما اسيبهاش يعني. هو لو اخترت مكان تاني هيبقى برضو شبه التجمع شويه، هيبقى مثلا مصر الجديده، لان مواصلاتها سهله متوصله بالعالم. مشكله التجمع ان هو مفصول شويه، مواصلاته كده بتبقى دايما مشوار ما بينها وما بين اي حته، بس فدي المشكله يعني. هنروح للمحافظه الثانيه الا وهي الجيزه. الجيزه مش هعرف اقسمها لنطاقات، بس خلينا نقسمها لجزء بعيد وجزء قريب. نبدا باقصى حاجه موجوده في الجيزه، اكتوبر والمنطقه اللي حواليها ده كله. اكتوبر انا اصلا يعني انا ما عشتش في مكان تاني غيرها، غير بس ان انا ممكن سافرت بره بس كام سنه ورجعت لها تاني، بس رجعت لها برضو وانا كنت طفله، فانا متعلقه قوي بالمكان ده، يعني مش حاسه ان انا عرفت ارتاح في مكان تاني غيرها. يعني على قد ما هي بالنسبه لناس تانية هي محذوفه والناس فاكره ان هي صحراء، بس هي مش صحراء خالص، بالعكس يعني هي عمرت وادمت كمان خلاص. يعني ما هي حاجه في النص شويه، ولا هي الحته الراقيه اللي تحس ما فيهاش روح، ولا اللي هي برضو حته شعبيه قوي وكده، يعني هي فيها في النص. ممكن مؤخرا ابتدى يزيد فيها حته الشعبيه شويه وفي الشوارع وكده، وممكن ده بسبب برضو يعني في فئه سكنت هناك من زمان بقى، ايام ما كانت لسه رخيصه، ودول اللي اشتروا فيها وقعدوا فيها من زمان. فيعني مش كل الناس اللي جم من الفئه اللي هتعرف تحافظ شويه على المكان يعني وكده. حدائق اكتوبر عامه هي مكان هادي جدا، حتى الناس هاديه، انا معظمها كبيره يا اما صغيرين جدا اللي هو اطفال. المكان هناك اللي هو تحس ان هو فيه مش بصمه الناس الصغيره، مدي الفايب اللي هو بتاع الناس الكبيره اكتر، ولا هيبقى الجو زحمه ولا هتلاقي صوت، ومفيش زحمه عامه هناك. فانت مش اللي هو طول الوقت كلاكسات او طول الوقت حاجه كده، او اللي هو طول الوقت زي اللي هي الزحمه، بس مش الزحمه اللي هي ما تعرفش تمشي يعني. اكتوبر هاديه قوي، ما فيهاش ناس كتير قوي، المنطقه اللي انا عايشه فيها يعني، وحتى لو فيها ناس ما لهمش قوي علاقه ببعض، يعني ممكن يبقى حرفيا ساكن جاري وانا يعني مش عارفه عنه حاجه. هي الجو هناك كده يعني، محدش بيتكلم قوي مع حد، محدش كل واحد في حاله شويه. لما بتروح هناك المكان بيبقى اهدى، فبتقدر تشوف الحاجه بطريقه اهدى، مثلا الشجر، الزرع، لو الارض مزروعه مثلا، مش زي هنا. لا انا دلوقتي بالنسبه لي حدائق الاهرام هي مكان بيبقى شغال 24 ساعه، ودي حاجه تحفه بالنسبه لي ان انا اقدر انزل في اي وقت. احنا عيله محافظه نوعا ما، فما ينفعش ان انا انزل في اي وقت، لكن حدائق الاهرام بصراحه الحمد لله بتبقى فاتحه 24 ساعه دايما، كل الناس تحت وكده، فدي حاجه مساعداني جدا ان انا انزل اشتري اللي انا عايزاه، اعمل اللي انا عايزاه في اي وقت انا عايزاه. هي منطقه دلوقتي حاليا بدات تلم سيكه، لكن هي الصراحه منطقه لطيفه يعني.
يعني انا من وجهة نظري انا بصراحة بحب حدائق الاهرام قوي. بص بالنسبه لي هي مكان اهدى من القاهره كقاهره كحته كهنا، يعني بالنسبه لي هي اهدى كتير، يعني مش زحمه، بالنسبه لي هاديه. بس انا كنت عايشه في مكان اهدى كمان، فبالنسبه لي برضو هي مش هاديه قوي، مش حاسه ان هم ناس غريبه او في حوارات مثلا، في دوشه، في خناقات، في كده. لا، الحاجات العاديه اللي هو انت عايش في مكان عادي، بتطلع مش عارفه ايه، لو رميت سلام على حد من الجيران هيرد عليك عادي. احنا مش مختلطين قوي مع الناس، يعني اظن اغلب الناس في حالهم يعني. الفرق بينهم ان هو المكان هناك يعني لو كان فيه خدمات ما كانش هيبقى فيه فرق بينهم قوي، بس هو فيه فرق ان هو هناك تقعد بس ما تعملش حاجه ولا تعمل اكتيفيتي ولا اي حاجه. يعني انت مثلا لو رحت حته تانية في القاهره مثلا معادي او اي حته كده هتلاقي في حاجات تتعمل. هناك ما فيش خالص. يعني انت تروح على النوم مثلا، لو يعني مكان حلو بس اللي هو لسه ما بناش قوي، ولسه اللي هو بيتبني ولسه بيتعمل، ما فيش حاجه هناك تتعمل. هو اكتر فرق انا بلاحظه ان الحاجات بعيده قوي عن بعضها. مثلا لما بركب لاخر الشارع عشان اركب اروح اي حته تانية في القاهره، دي مسافه طويله قوي، يعني حته كبيره بقى بركب عربيه بقى وافضل شويه في العربيه. يعني دي حاجه بلاحظها ان الحاجات بعيده قوي عن بعض. يعني لو عايز مثلا تنزل تشتري اي حاجه من المكتبه، فانت بينك وبين المكتبه نص ساعه، فالموضوع صعب. يعني لو فتح مثلا سوبر ماركت او كده برضه هيبقى بعيد عنك، وهتنزل تتمشى ربع ساعه عشان توصل للسوبر ماركت. مش عارفه، بحس ان انا هناك انا بنتمي للمكان ده. ماشي، ممكن ابقى انا بنتمي اكيد لاماكن كتير زي دلوقتي احنا في الزمالك او كده، لكن المكان ده بتاعي، انا ساكنه فيه، عيلتي فيه كده، فبحس بالانتماء. ممكن اهدى من حتت كتير، يعني اهدى من باقي القاهره بالنسبه لي. يعني مش ممل بالنسبه لي انا كشخص، لاني قادره ان انا لو عايزه اختلط هختلط. يعني فكره الناس هناك هاديه دي انا بحبها قوي، وكمان ان الناس مش زحمه قوي. فانت مثلا عمرك ما هتروح مثلا مكان تلاقيه زحمه قوي ما تعرفش تقعد في كافيه مثلا معين انا بروح فيه، هو كل مره بروح بيبقى فاضي نسبيا، يعني هو مش برضو فاضي قوي بس مش زي مثلا بقيه المناطق، لا زحمه ما تعرفش تقعد وتتمشى بقى عشان تدور على الحته التانية كده. لا هناك مش قوي، يعني هناك زي ما قلت لك الحاجات كتير وبعاد عن بعض، مش كل حاجه هتلاقيها زحمه. ان هو هادي، وان انت مش هتلاقي هو حته هاديه كده غير اللي هي لسه بتتبني او لسه بتكمل. يعني ده بعد سنتين 3 4 كده بعد ما يكمل هيبقى زحمه عادي زي الاماكن التانية. بس هو دلوقتي الميزه اللي فيه ان هو مفيش ناس كتير ومفيش زحمه، وكمان المواصلات هناك مش كتير قوي، فانت مش هتلاقي الزحمه اللي هي ما تعرفش تمشي منها، دي استحاله تلاقيها هناك. انا بحس براحه نفسيه فيها بسبب ان هي بتهيألي يعني قليل جدا المدن اللي ما فيهاش مثلا كباري دلوقتي، فيهاش زحمه كتير، يعني اللي هو فيها ونس جدا بس مش لدرجه الزحمه. مش لو انت هتتخانق مثلا. يعني انا عمري تقريبا ما كنت بسوق في اكتوبر وحس يعني وقفت بالعربيه بسبب ان في زحمه مثلا، الا لو في ظرف او حاجه. انت حواليك كل حاجه، بس في نفس الوقت المكان بتاع العماير ذات نفسه بيكون هادي. كل حاجه على الشارع من بره بس الشارع قريب منك، انت جوه في العماير الدنيا هاديه جدا، فهي حيويه بس في نفس الوقت انت في حته هاديه. يعني المواصلات عامة مفيش هناك مواصلات لو توديك أي حتة، يعني لا أماكن محدودة جدا إن أنت تروحها. يعني أنت لازم تركب كذا مواصلة عشان تطلع أصلا من المكان. عشان أروح أي حتة تانية أنا باخد وقت ومجهود وبكسل، يعني بكسل إن أنا أروح أي حتة. يعني مشوار الكلية بالنسبة لي أصلا بكسل إن أنا أجي. بص انا لو في الاوبشن ده انا هروح الزمالك اكيد، او الحته دي المانيال. انا كنت عايزه قوي اعيش في المانيال لان انا بحب المكان قوي هناك. هي ماشي اكتوبر هاديه بس كجو انا بحبه. لا انا بحب المانيال قوي وبحب الزمالك قوي كشجر والشوارع والناس طبعا مختلفه اختلاف فظيع. يعني ممكن اروح مثلا زايد يعني ممكن اروح حته ارقى سنه، بس يعني مش، او ممكن اروح المهندسين مثلا عشان ابقى قريبه للكليه فاقدر اجي ما اكسلش. يعني بص هو عندي سببين. يعني انا لو هقعد ممكن اقعد عشان الهدوء، لو همشي في نفس الوقت عشان هو الهدوء برضو، يعني هو نفس الحاجه بس عشان هو مفيش مواصلات. يعني مش انا الشخص اللي هو احب اقعد في حته هاديه، في ناس تانية هتحب كده بس انا مش هحب كده بصراحه. ممكن مثلا اروح المعادي، مكان مش زحمه قوي ومش في نفس الوقت اللي هو زحمه، بس في حتت عاديه، مش هدوء ممل اللي هو فيه، بس اللي هو في حياه في الاخر، يعني في حته اروحها. بصراحه انا ممكن افضل ان انا اقعد في وسط البلد او الزمالك اكتر، لان انا بحس ان انا بحب المكان ده اكتر. ليه؟ علشان انا بحب هدوء الزمالك، وبحب ان وسط البلد واصله كل حاجه ممكن اقدر اوصل لها. يعني اذا كان مواصلات، اذا كانت حاجه بعرف اوصل طالما انا في وسط البلد بحس ان انا في امان بجد. خلاص انا كده وصلت ايا يكن المكان اللي انا عايزه اروحه. وجهه النظر الاولى كانت فيها اختلاف وفيها تباين كتير جدا في اراء. زي ما قلنا نفس الناس هتلاحظ ان هم قالوا اراء مختلفه جدا عن نفس المكان، وجهات نظر مختلفه وكبيره وكتيره. حتى ان ممكن حد يقول ان المكان زحمه، في نفس الوقت حد يقول ان الزحمه دي مريحاه. المكان هادي، في نفس الوقت حد يقول ان الهدوء ده مش مريحه، الهدوء ممل او هو مش مرتاح فيه. فده عادي. هتلاحظ من خلال ده ان المكان مش بس انك ممكن تشوفه بعين واحده، مش بس تحكم عليه بتجربتك الشخصيه، لا انت لازم تشوف وتعرف كذا راي تاني.
في اكتر حاجات اللي لاحظتها او اكتر الكلام اللي اتقال او اتردد من الناس اللي كانت بتعمل انترفيوز، هتلاحظ ان في حاجه مشتركه ما بينهم وهي الزحمه. على الاغلب ان هو ممكن يكون يعني مؤذي او مثلا ممكن يكون مش مريح في بعض الاحيان، بس هنا في حياه، هنا في حياه على عكس المكان، اي مكان تاني انا سكنت فيه قبل كده. وده اللي نتكلم عنه في الجزء بتاع الاغتراب، اللي انا واحد من الناس دي عشتي في منطقه تانية او في محافظه تانية غير القاهره، خليتني اشوف التباين ده بعين تانية بشكل كبير، اشوف القاهره كمكان جديد او مكان مختلف تماما عن البيئه ان انا استقريت فيها حاليا او انا حاليا نوعا ما مستقر فيها. ممكن يكون الاختلاف كبيئه او اختلاف كثقافه، بس لا، في اختلافات تانية كبيره. هتلاقي ان كل الناس حتى اللي ساكنه في محافظات تانية بتقول ان القاهره هي الانسب للحياه او الاستقرار، حتى لو هي فعلا مش مريحه في بعض الاحيان، بس لا. يا سيدي يا بدوي، يا سيدي يا بدوي. انا بحس الاقصر مهرب من الدوشه اللي هنا. المكان جميل جدا كطبيعه وكاثار، انا شخص بيحب الاثار جدا وبابايا مرشد سياحي فانا وارثه عنه الموضوع ده قوي. بحب قوي ابقى موجوده هناك وابقى موجوده في الروح الموجوده هناك. لما الواحد اصلا بيدخل اي معبد او كده بيحس بفايبس وبطاقه بجد مش طبيعيه، فانا بحب الجو هناك قوي. كناس الناس كلها عارفه بعض بطريقه مستفزه جدا، يعني انت بتبقى ماشي في الشارع زي الزمالك كنا بنبقى ماشيين وشايفين كل الطلبه في الكليه وبنبقى طول الوقت بنسلم وكل الناس عارفه انت بتعمل ايه في حياتك وانت عارف هم بيعملوا ايه في حياتهم وما بتعملش ايه في حياتك برضو. بص هو هنا محدش بيكلم حد، الدنيا هاديه بس الناس بتجري. لكن في الاقصر الناس كلها بتزعق، في الاقصر الناس كلها بتزعق بس احنا بنتكلم عادي، يعني احنا صوتنا عالي وتلاقي اي حد بيتكلم مع اي حد عادي والناس كلها عارفه بعض فكله بيكلم بعض. لكن الناس براحتها بس مش براحتها زي اسكندريه، لا عشان دي نقطه مهمه جدا. بس انا في اسكندريه الناس يعني بطيئه قوي 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 ومرتاحين جدا. اسكندريه واحده من اجمل المدن اللي ممكن تزورها وجمالها في كونها صغيره، ولكن بالرغم من كده شافت كتير. اسكندريه على طول زي ما بحب بشبهها بالسيده المتقدمه في العمر اللي برغم كبر سنها الا ان هي لا تزال جميله، برغم كل اللي شافته وبرغم كل اللي مر عليها من ثقافات مختلفه ومن افكار مختلفه، من شباب ومن بنات ومن اراء ومن مفكرين. اسكندريه شافت كتير جدا، اكتر حتى من اللي يمكن اغلب اللي بيتفرج على الفيديو ده يعرف. اسكندريه مدينه كبيره وقديمه، ولكن للاسف احنا عايشين في الجانب الحديث منها، واللي كتير بيعتبروا فوق اسكندريه القديمه. اسكندريه القديمه للي ما يعرفش هي اسكندريه الجديده مبنيه على اسكندريه القديمه، ومن بقايا اسكندريه القديمه هي منطقه زي كرموز، دي تعتبر هي قلب اسكندريه القديمه. بعيدا يعني عن يعني الكلام المرسل والكتير في ان قد ايه اسكندريه حلوه وقد ايه هي مدينه ما حصلتش ومش هيحصل زيها، لو جينا نقارن اسكندريه بالقاهره زي ما تقول كده ما فيش وجه للمقارنه. القاهره هي مدينه عملاقه بكل المقاييس، ويمكن عملاقه بدرجه تفوق المصطلح العادي المدينه عملاقه. يعني مثلا ممكن اقول لك مدينه زي مدينه انتيورب في هولندا، دي مدينه كبيره. مدينه زي مدينه امستردام مدينه كبيره، ولكن القاهره هي كبيره جدا ويمكن تكون هي اكبر مدينه في افريقيا كلها او في الشرق الاوسط كمان. بص بصراحه يا مصر كلها مش هتختلف عن بعض كتير. المنوفيه ممكن يكون تحس ان المجتمع مقفول على نفسه شويتين، انت ده عارف ده عارف ده، بس انتوا كلكم عارفين بعض بس مش عارفين حد تاني. بمعنى ان خلاص انت مقفول على نفسك ومش مفيش اي حد تاني تعرفه، سواء محافظه هنا ومحافظه هنا. وما اعرفش ليه اغلب السكان اللي في المنوفيه ما بيحبوش يسيبوا المنوفيه. يعني حتى دلوقتي لما يجي حد يشتري بيت جديد او ينقل او يعزل بيروح فين؟ بيروح مدينه السادات اللي هي فين؟ في المنوفيه. طب ليه؟ طب ما تغير، روح حته تانية، شوف فرص احسن ايا كان. لا، متمسكين بيها بزياده، مفيش المميزات اللي تخليك ماسك فيها قوي كده، مع ان في محافظات كتير ممكن يبقى فيها المميزات دي واكتر والحياه فيها استقرار وي هم مش عايزين ياخدوا الريسك ده. معظمهم مش عايز ياخد الريسك، كله خايف من التجربه. طب انت لو جربت هيحصل ايه؟ انت اسوأ حاجه ممكن تحصل لك اللي انت عليه دلوقتي. يعني التجربه لو باظت هيحصل ايه؟ هترجع للي انت كنت عليه. يبقى الاحسن انك تاخدها، ما يمكن الوضع يتحسن. فهم لا، انا هتنيني في المكان ده زي ما انا وشايف ان كده احسن لي وي. اول حاجه بني سويف يعني محافظه صغيره، يعتبر لا هي صعيد ولا هي وجه بحري، هي حته في النص كده. يعني حتى في ناس كتير ما تعرفش اصلا المحافظه دي، يعني بقول لها بني سويف فين؟ بني سويف دي منبوذه كده. لان هي لا منها عادات الصعايده ولا منها عادات القهرويه ولا منها عادات وجه بحري خالص، بس هي محافظه صغيره ومعظمنا نعرف بعض. اللي بيروح مدرسه غالبا بيلاقي اصحابه هناك، واللي بيروح جامعه غالبا بيلاقي برضو ناس من المدرسه. في المواصلات بقى
بقى احنا ممكن نلف بني سويف كلها في نص ساعه، يعني مش زي هنا خالص، ومشوار ما بيكملش 3 دقايق والاجره 3 جنيه موحده في كل الاماكن. موضوع بسيط قوي يعني. هنا الموضوع يتوه، واول يوم دراسه لما جيت هنا تهت في المواصلات وقعدت تقريبا ساعه عشان اركب، فقعدت اعيط في الشارع. الموضوع كان صعب عليا، مش متخيلتش يبقى كده. اصلا نص ساعه اللي بلف فيها بني سويف دي عشان اركب المترو، بس عشان اروح المترو، فكان الموضوع بس لا اتعودت يعني. كانت المواصلات اصعب حاجه بالنسبه لي لما جيت. اسعار المواصلات، درجه الحراره، يعني دي حاجه مفاجاه. وسع المدينه، ان انت مثلا ايه تسال واحد انت منين يقول لك انا من شبرا مثلا، تسال واحد تاني منين يقول لك انا من الجيزه. يعني مهما تسال ناس هتلاقي مناطق كتير انت ما سمعتش عنها قبل كده. يعني ايه واحد مثلا يقول لي انا من وادي حوف، دي منطقه انا عمري ما شفت اي حد منها، اكتشفت ان في بني ادم اعرفه منها. القاهره مليانه مناطق وهتشوف ناس من مناطق كتير فيها. برضو من الحاجات المختلفه اسعار الحاجه في القاهره، يعني في سلعه في القاهره ارخص، في سلعه في القاهره اغلى. مشكله الحاجه في القاهره ان هي القاهره تحب الكومباك، بحاول اوفر لك الحاجه اللي انت عايزها في اصغر فورم ممكن اوفرها لك بيه، بحيث ان انا اعرف ابيع منها كتير. ده مش موجود في اسكندريه للاسف يعني. اكتر حاجه بجد ببقى منبهره بيها قوي، وكنت اول ما بدخل بقى القاهره في الطريق يعني كباري بقى والزحمه، البانرات بتاعه الاعلانات دي مش موجوده في الاقصر. يعني انا موجودين في الاقصر ان هم يبقوا الصغيرين قوي دول، لكن هنا البانرات بقى الانوار. القاهره بالليل، هي القاهره بالليل فعلا ساحره، الانوار اللي فيها وكده، مع ان احنا عندنا برضو كورنيش ومراكب وفلوكه وكده ومعابد، طبعا دي لوحدها انبهار تاني. لكن القاهره ليها سحر برضو مختلف قوي. الدنيا زحمه قوي، في عربيات كتير قوي، في عربيات من انواع مختلفه كتير يعني كوسائل مواصلات، في اتوبيسات، في ميكروباصات، وفي اتوبيسات مختلفه، وفي مترو. في الاقصر هي الميكروباصات والتكاسي بس. الزحمه بني سويف بلد هاديه قوي وصغيره، والناس عارفه بعض زي ما قلت، والشوارع فاضيه معظم الوقت. والمنطقه اللي انا قاعده فيها اصلا هو حي فيلل، فهي ناس هاديه قوي يعني، مش حاره شعبيه او كده. لا، جيت هنا قعدت في فيصل وزحمه وعربيات وشوارع وبتاع، فدي كانت صدمه، او مش صدمه قوي بس اتخنقت يعني، جالي زي حاله نفسيه بسبب الحوار ده. طبعا حسيت ان الفرصه اكبر، ان الفرصه هنا اكبر من اي مكان تاني، ان انت مهما كبرت في المكان التاني او اي محافظه تانية انت برضو محدود، غير لما تبقى هنا في القاهره. القاهره هنا ممكن توصل تكبر، لما تكبر في القاهره غير لما تكبر في اي محافظه تانية. لما تكبر في القاهره عندك فرصه دلوقتي انك ما تبقاش في مصر بس، تبقى بره مصر كمان. يمكن كبرت في المنوفيه، وبعد المنوفيه هتبدا تاخد حته ان طب مصر عامله ازاي، فهتبدا برضو تقرب من القاهره تاني عشان تسيطر على السوق او ايا كان الشغل اللي انت شغال فيه ايه. وبعد ما تكبر في القاهره هتبدا تدور تكبر بره مصر. فانت لو جيت القاهره من الاول فالفرصه اكبر في كده، انك لو كبرت هنا خلاص انت مش مضطر تكبر وتبذل مجهود اكتر. تبقى اكيد المجهود هيبقى مضاعف وي بس يوم ما خلاص الفرصه جات لك انت فعلا بقيت كويس، بقيت حاجه بمعنى اصح. انا شايفه ان هي عيب وميزه في نفس الوقت، انه الناس مش عارفه بعض خالص، فانا قادره ابقى براحتي واعمل اللي انا عايزاه من غير ما حد يتدخل بشكل كبير. يعني مقارنه بالاقصر لا، هو في فرق فظيع يعني، مش كل الناس عارفه بعض قوي هنا. لكن انا هنا في الاقصر مثلا عملت اي حاجه كل الناس بتبقى عارفه، فانا حاسه ان انا واخده حريتي اكتر، ما فيش ناس بتحكم على بعض قوي. في القاهره هنا مختلفين، بالذات في الكليه ناس مختلفه قوي عن بعض، كل واحد ليه ستايل معين وليه شخصيه معينه، ده في حريه في ده. في الاقصر لا، الناس شبه بعض قوي اكتر، حاسه ده مختلف يعني. بس بيبقى عيب بقى في انه مش حاسه انه في حد شارك معاه كل الحاجات اللي انا عارفاها او اللي انا متعوده عليها. انت بتبقى ماشي في الشارع حاسس انت لوحدك، مع ان الدنيا زحمه قوي والناس كلها بتجري ورا بعض وجنب بعض جدا، بس كل واحد في عالم تاني. حاسه ان انا لو عندي شغل هنا في القاهره وحياه هنا وممكن اتجوز هنا مثلا عادي. بالعكس هي القاهره لو قعدت في منطقه اهدى شويه من فيصل يعني، بس انا بحب هدوء بني سويف كسكن. بس لا، هنا يعني هنا الحياه تجارب اكتر وحياه اكتر من بني سويف. بني سويف جميله جدا كاستقرار كل حاجه، بس انا مش عايزه حياه الاستقرار دي. انا بحبها بس انا عايزه حاجه، مش عايزه الحياه دي قوي، عايزه حاجه كل يوم متغيره في حياتي. لا، حياتي تمشي في القاهره عشان الفرص طبعا موجوده، العلاقات في الاقصر المجال بتاعنا بالذات، او المجال اللي انا ناويه اشتغل فيه بعد الكليه ككونتنت وكده، مش موجود، يعتبر مش موجود في الاقصر. يعني ناس قليله جدا جدا هناك. حتى الشغل كمجال فني لا، برضو مش احسن حاجه. لو انا هستقر هنا في القاهره، بس لازم ما بين كل كام شهر كده هرجع الاقصر. انا اصلا مش برجع الاقصر غير في الاجازه اللي هي مثلا اجازه العيد، اجازه نص السنه، الاجازه الكبيره مش برجع عشان الصيف. يعني كل بيبقى مسافه بين كل سفريه والتانيه 2-3 شهور مثلا، بس انا ببقى محتاجه ارجع الاقصر بعد 2-3 شهور دول عشان
ابقى قاعده في هدوء، اشم هوا نظيف واشرب ميه نظيفه وبس. هستقر هنا بدون تفكير. يعني الفرصه زي ما بقول لك هنا احسن بكتير، المستقبل هنا احسن. ان هرجع المنوفيه وبعدين انت عملت ايه؟ انت جيت قضيت 5 سنين من عمرك هنا ما عملتش فيهم حاجه، او الله اعلم اللي هيحصل فيهم، بس انت ما عملتش حاجه، يبقى ما كانتش ليها لازمه. كنت تخش اي كليه زي الكليات الباقيه وخلاص. لو فعلا انت عايز تعمل حاجه وعايز فعلا تبقى ليك مستقبل، هتقعد هنا مش بمزاجك، ده هيبقى غصب عنك. الحاجه دي بتبقى من جواك عشان انت فعلا عايز تعمل حاجه. عكس بقى لو انت جاي انت جيت عشت ال5 سنين وهتشتغل اي حاجه وهتسافر او ايا كان بقى تشتغل في اي حاجه بره، يمكن دلوقتي لا، انت فعلا لو عندك هدف وعايز تحققه وعايز تبقى حاجه كويسه فهتقعد في القاهره. لا، انا استقر في اسكندريه واجي اشتغل هنا، ما استقرش هنا، او استقر بره مصر خالص. هنا الحياه صعبه، يعني انت كفنان او كمبدع، يعني في الاطار بقى الفني استحاله حد يعرف ينتج هنا. هتلاقي كل الفنانين اللي هنا كلهم بلا استثناء يجي يقول لك انا كنت عايز استجم فاضطريت ان انا اروح كذا، اضطريت ان انا اطلع اروح كذا. مفيش حد بيعرف من رتم الحياه السريع وكم الحديد والخرسانه والجو اللي احنا عايشين فيه ده يعرف يطلع عمل فني. دي من 7 المستحيلات. مفيش ابداع هيتولد من رحم الحياه الطاحنه اللي احنا فيها دي. وده لنفس السبب اللي هتلاقي اغلب الفنانين الممثلين المبدعين مش من القاهره، كلهم من بره وجايين هنا. في بقى الفئه الثالثه من الاراء، هي الناس اللي كانت عايشه بره مصر. الناس دي شايفه الاختلاف عامل ازاي؟ حتى يعني انت لاحظت ان الناس اللي جوه القاهره عندهم اختلاف في الاراء. الناس اللي كانت اصلا عايشه في حته بره مصر، مجتمع مختلف تماما، حياه مختلفه تماما عن القاهره، عن مصر كلها، هيكون ارائها عامله ازاي؟ حياتي في السعودية عن فرق بحياتي هنا. حياتي في السعودية كانت روتينية ومملة شوية. هي كانت عبارة عن من البيت للعربية لأيا كان المكان اللي أنا رايحاه، والأماكن اللي أنا كنت بروحها كانت محدودة شويتين 3، هو المدرسة والمول والسوبر ماركت وشكرا، مفيش اوبشنز تاني. وحتى لو أنت عايز تختار اوبشنز تاني فمش هيبقى فيه اوبشنز تاني. لكن الفرق إن أنا لما جيت هنا مصر بدأت أتعرض لأماكن أكتر، مساحات أوسع. المساحات هناك كانت واسعة، المساحة اللي أنت بتبقى محطوط فيها كانت بتبقى محدودة، مش بيبقى عندك اوبشن إن أنت تتحرك وتروح وتيجي وتعمل. كانت حياه روتينيه شويه. الروح انا ما كنتش بحس ان الرياض تحديدا او المكان اللي انا عايشه فيه في السعوديه ده ليه روح. كنتش بحس بحته انه مكان ليه روح ده في السعوديه اصلا. هنا كل حاجه ليها طعم وليها معنى، هو مش اختلاف، بس انا جيت اتصدمت بالواقع. يعني انا كنت عايشه في السعوديه ماما وبابا والعربيه، جيت اتصدمت بالواقع، ناس معرفهاش، ناس غريبه. قعدت 2 ما بعرفش اتحرك اصلا في القاهره عشان مش عارفه اتعامل مع ناس غريبه، لان انا دايرتي كانت محدوده جدا 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 بشكل غير يعني مش طبيعي. شيل كل حاجه يعني شيل كل حاجه. يعني انت لو عايز تعيش العيشه اللي انا كنت عايشاها في السعوديه هتعيشها، مول وعربيه وحياه هاديه وروتينيه وعادي. لو عايز تتنطط وتروح وتيجي وتروح اماكن قديمه وتروح اماكن مش عارفه ايه، موجود. كل نمط حياه وكل استيتيك وكل فايب وكل كور ليها حته، كل حد هيلاقي ليه مكان. كواليتي الحياه عامه، كواليتي الحياه من حيث التعليم، الصحه، النظافه، كل حاجه. في فرق شاسع في الكواليتي. بص، هو انا زي ما قلت لك كواليتي الحياه في السعوديه بالنسبه لي كانت احسن، وانا كنت مرتاحه اكتر بكتير. بس انا اتعودت على لو هسمي العيشه هنا فيها تنطيط وبهدله شويه. اتعودت على ده، اتعودت على الحركه، اتعودت اتحرك واروح واجي وانزل هنا وانزل مع دول وانزل مع دول، واتعودت على اصحابي، اتعودت على اهلي. فانا اتعودت على الحياه هنا، وما اظنش ان انا ممكن ارجع تاني للعزله المميته دي. الفئه الرابعه والاخيره، الفئه المختلفه تماما عن الثلاثه التانيين، هي الناس اللي مش مصريه. الناس اللي اوريدي بيوتها مش نفس التفكير، مش نفس الثقافه. هتعامل ازاي في الشارع المصري على عادات هي اصلا مش متربيه عليها، على عادات هي ما شافتهاش قبل كده، غريبه مختلفه جديده عليه. الناس دي هتشوف القاهره بعينها ازاي كمكان جديد وكبدايه جديده لحياتهم. هو القاهرة بالنسبة لي هو المكان اللي أنا لقيت نفسي فيه، لقيت نفسي إن أنا عايشة هنا وبتعلم هنا، وإخواتي اتولدوا هنا، إخواتي الصغيرين، فإحنا يعني طول حياتي هنا، وأهلي كانوا هنا من حبة برضو. فلو أنا لما كبرت ما لقيتش اختلاف في تربيتي أو في عاداتي عن عكس الناس اللي حواليا. بالعكس، أنا كنت بحس أحيانا إن أنا أقرب للناس اللي في القاهرة عن بلدي، عشان أنا متربية على عادات هنا أكتر، وبالذات إن أنا اختلطت بناس وفي مدرستي وأنا صغيرة فمن زمان، فما حسيتش خالص بالغربة. بالعكس، أنا ممكن لما كنت برجع غزة بحس شويه ان انا متضايقه، ان انا مش مرتاحه، ان ده مش مكاني، ان انا عارفه ان انا في اجازه شويه وهرجع تاني بيتي واهلي اللي هم يعني هنا في القاهره او في مصر عامه. بصراحه يعني اكتر حاجه ما حسيتنيش في الغربه هم الناس اللي حواليا. عمر اصحابي حسسوني بكده، او بالعكس انا كنت شبههم قوي وشبههم في كل حاجه، بالذات صحاب المدرسه وصحاب مدرسه الثانوي وصحاب الجامعه. اول حاجه في البدايه اول ما جيت حسيت انه انا في بلد غريب، انا مش حاسه يعني انه انا في وسط ناس بعرفهم.
العلوم، لكن حسيت بعد ما عشت اكتر لي 3 سنين هنا حسيت انه انا قادره اتاقلم مع الموضوع عادي، انه الموضوع طلع ابسط من بسيط. انا يمكن اكتر حاجه عجباني في القاهره او روح الحلوه اللي عجباني فيها انه هنا الشعب بيحب بلده جدا، يعني بيحب اثاره، بيحب منطقته، بيحب مصر، يعني بيعتبروها امهم يعني بجد زي ما بيقول. فيمكن دي حاجه في روح مصر عجباني يعني فيهم اكتر حاجه. طبعا السودان فيه حياه كتير ومصر كان فيه حاجات كتير وفي حاجات متشابهه مع بعض. يعني يمكن الحاجه انا اصلا بحبها في مصر انه في حاجات كتير تفاصيل كتير تشبه السودان، فانا هنا بحس في مصر بالانتماء اكتر، فما حاسه اني انا غريبه اصلا، حاسه اني وسط بلدي يعني وكده. فالسودان فيه ثقافات مختلفه، قبائل مختلفه، يتقسم لولايات. انا من ولايه من شرق السودان، فهي ولايه صغيره كده فيها ناس على قدهم كده زي ما بيقولوا هنا. زي ما قلت لك متقسم والقبائل مختلفه واللبس مختلف، اي قبيله عندها لبس خاص بها. السودان متنوع في كل حاجه، حتى اللهجه مختلفه. ومصر برضو انا شايفه انه الحاجه هنا برضو في تنوع بس مش زي تنوع السودان يعني، لكن برضو حاسه انه وجه الشبه بيناتهم كبير، سواء كان في لهجه، سواء كان في زي النوبه، الصعيد، في اسوان، هناك شبهنا خالص يعني، هم اصلا سودانيين يعني باعتبار. يعني انا حاسه انه في وجه شبه كبير بيناتهم. حاجات كتير بس مش قوي برضو، يعني تقريبا نفس التربية، العادات والتقاليد قريبة من بعض. اللي هناك برضو يعني تقريبا كنا باختلاف اللهجة طبعا، بس مش حاسة كان في اختلاف كبير، بس ممكن اللهجة دي كانت تسبب لي مشاكل شوية ان انا اكتر بتكلم لهجة مصرية، مع ان انا كنت احيانا بلخبط في الكلام المصري وبقول كلام بالغلط فلسطيني بتاع كده. اما لا، نفس العادات ونفس التربية، وعيلتي ما فيش مختلف، اللي اتربوا هناك وعاشوا هناك واتولدوا هناك ما فيش مختلف عني يعني. في اختلاف في موضوع الشغل هنا، في طبيعة الشغل عموما في مصر. بحس انه في فرق شغل شاسع، انه مثلا هنا الشغل فيه 8 ساعات 9 ساعات عادي، فالناس بتدي كل اللي فيها وبيجتهدوا من صغيرين. يعني بيشوف انه حتى الاطفال الصغيرين بيشتغلوا عنهم من العمر صغير يعني بدوا يشتغلوا. فحسيت انه في حاجة هنا حلوة وغريبة جدا، انه اي طفل من هو صغير بيعودوه اهله انه يبدا يشتغل ايا كان الشغل هو ايه يعني مثلا. فهنا الشغل مختلف، الدوامات مختلفة بتاعتهم طويلة جدا، بحيث انه بيجتهدوا اجتهاد كبير في شغلهم، فيمكن دي حاجة كويسة يعني. هنا كنت حاسه ان انا اخدت حريتي اكتر في الحاجه اللي انا اختار اعملها. حاسه لو كنت هناك كنت هبقى مقيده شويه. وحاجه تانية، حاسه ان انا بقيت اجتماعيه بسبب ان انا عيلتي مش موجوده هنا، فكنت محتاجه اتعرف على ناس، اتعرفت على احسن ناس في الدنيا. فهي دي حاجه لو كنت حاسه ان انا لو كنت هناك يعني كنت هبقى اكتر مع عيلتي، مش هبقى منفتحه زي الانفتاح اللي انا حاساه هنا. بروح واجي واتعرف على اماكن اكتر، وبالنسبه ان القاهره اوسع من غزه بكتير، فكنت بتعرف على اماكن اكتر وثقافات اكتر. وفكره ان انت بتتعرف على جنسيات تانية مختلفه عنك دي بتبقى حاجه حلوه قوي. زي ما قلت لك حبهم لبلدهم للوطن، بيحبوا اثارهم جدا. يعني احنا للاسف في السودان كده الاثار هسه عشان الدنيا الحرب وكده فمش خلاص يعني اهتمام ضاع فيها، لكن هنا بحيث انه الاثر موجود، اهتمام بالاثار وتقديسهم ليها، بحيث انه الحاجه دي حلوه جدا ومميزه فيهم صراحه يعني. هو مش في عنصرية صراحة، العنصرية دي كلمة كبيرة أصلا يعني ما هقولها، بس ممكن أقول مثلا في اللون. يعني مثلا حد يشوف مثلا أنا يشوف اللون بتاعي يمكن غامض أو شوية، أنت سودانية، فأنا عايزة أفهمهم إنه ما أي سوداني يعني لونه غامق، ففي سودانيين كتير ألوانهم فاتحة يعني. فالمشكلة في إنه أي حد لونه غامق كده هو ده سوداني خلاص. فأنا نفسي أغير الفكرة دي، إنه يا جماعة في سودانيين لونهم أبيض درجة لونهم فاتحة وبيتكلموا عادي يعني طبيعي، بنتكلم عربي أهم حاجة. هفضل هنا علشان هناك هناك اللي هحس بقى بالغربة بجد. هناك يعني هنا انا اتربيت وعشت، بنيت حياة لنفسي. هناك انا ما اعرفش حد، حتى لو قلت اهلي ما برضو يعني ما قعدتش معاهم كتير، فمش متعودة. اما هنا حياتي الصح، هنا حياتي روتيني، وحتى جيراني الناس اللي حواليا او منطقتي عامة. والله شوف انا طلعت من السودان ليه؟ لانه ما حسيت انه في مقومات حياة الواحد بيقدر يعيشها صح. يعني هناك في السودان ممكن نقول في مقومات حياة اساسية، يعني زي الكهرباء، زي المية، زي سبل الحياة عموما المهمة. في السودان ما متوفرة حتى من غير وضع الحرب، فالحياة فيها صعبة شوي، حتى الحالة الاقتصادي فصعب شوي. فحس إنه موضوع إني أستقر في السودان صعب شوي، وحتى في مصر حسيت برضه صعب شوي، لأنه الحياة مريحة لكن ما أحس ممكن يعني استقر تماما سواء في مصر أو السودان. ممكن أروح أواجه يعني أو أشوف الوطن، أكيد كده لازم أرجع يعني أشوف الوطن، لازم لابد أكيد. بس لكن السودان كعيشة أبدية صعبة صراحة. حتى الناس اللي فوق بيحاولوا إنه يشوفوا فرص أوسع في أماكن تانية عشان مقومات الحياة. بس كده يعني ده كان كل اللي عندنا النهارده. فلو عجبك الكلام، عجب الفيديو، عجب الحوار، حابب تابعني اكتر، شوف وثائقيات اكتر، حاجات اكتر، فاتمنى يعني فولو، لايك،
يعني اي حاجه. اتمنى ان تكون دي العوده الراجعه من بعد الغياب. ده كان كل اللي عندنا النهارده، كان معاكم محمد مجدي، سلام.